ونبين حقيقة وأكاذيب الإسلام. هذه يابا أنا أحب أرد على هذا شانت قبل كم يوم، مع العلم هو يسب الإسلام ويسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بين قوسين أخلاقه زفت، ما عنده احترام. واجى دخل بقناتي وأنا تعاملت وياه بكل احترام وما حكينا بالدين، قلت دار أسوي له فخ وأريد أجره يجي يسولف وياي. هاي وحدة. الشيء الثاني، اليوم أنا راجع فشفته مسوي فاتح بث وهمده يسب ويلعن بالإسلام وبنبي الإسلام. أدري أنا بدي أقول لك شيء يا شانت، أنت يعني ربك ما قدر يأدبك، ما قدر يحسن تأديبك، بس أنا ما ألوم ربك اللي شبعوه كتل أكيد ما يقدر يأدبك. هذا فشي طبيعي، فاقد الشيء لا يعطيه. ولكن احنا كمسلمين الله سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق. وانت رغم انك سبيت نبي وقرآني، من دخلت عندي بالبث مالي تعاملت وياك بكل احترام. شلون قابلتني انت؟ دخلت وياك بالبث، وللأسف انا كنت داسوق، ودخلت وياك على الموضوع مالك وقلت لي تفضل أنصار الحرمين. قلت لك شانت أنا أريد أناقشك بالموضوع، بس بصراحة أخاف من عندك. قلت لي ليش تخاف من عندي؟ قلت لك أخاف لا تروح تقتلني. قلت لي ليش؟ أنا شنو مسلم لو أنا محمد حتى أقتلك؟ هذا أسلوبك لأنك مفلس، وأنت بسهولة قدرت سقطت دينك. وهسه أقول لكم يابا شلون سقطت دينه، والفيديو يعني بصراحة ما سويت سكرين شوت، بس هو البث عنده، اتحداه يقتطعه ويرد علي او يجي يرد علينا هنا. قلت له يابا انا اخاف منك، والدليل من كتابك من الانجيل. قلت له طلع لنا لوكا 19:27. قال لي ايش بيها لوكا 19:27؟ هو اللابتوب قدامه، طلعها انصدم. هم دينهم يابا صار له ساعة قاعد يحكي انتو الاسلام، انتو تقتلون، انتو الارهاب، نبيكم يقتل، ثوبارنا ثبيرة، ويسب ويلعن. هو ما يعرف كتابه كتاب ارهاب. هسه تقولوا لي شلون ابو عبد الرحمن؟ والله العظيم هسه انا اقول لكم. قلت له طلع لي لوكا 19:27، انصدم رأسا، شتمني وسبني ونزلني. قمت اكتب له كومنتات اقول له اذا انت رجال طلع لوكا 19:27 للناس خلي يشوفوها. حضرني، دخلت له بحساب ثاني وقلت له اذا انت رجال طلع لوكا 19:27، وهم حضرني. ورجعت للبيت ودخلت له بالحساب مال ابن ياسين وقلت له شانت اذا انت رجال اكتب امام الناس وطلع لهم لوكا 19:27. هذه لوكا 19:27 دا تشوفوها دا تقروها. هذا الرب مالهم خابصين المحبة، وانتو تقتلون، وانتو الارهاب، واحنا المحبة. تعالوا شوفوا ربهم شي يقول لهم. يقول اما اعدائي اولئك الذين لم يريدوا ان املك عليهم فأتوا بهم الى هنا واذبحوهم قدامي. يابا هذا شنو ربكم؟ طلع داعشي ما يتعامل كله بالذبح. لهذا السبب من قراها انصدم رأسا، شتمني وحضرني من البث، والآن هو دا يسمعني. وأقول له لو أنك مسيحي حقيقي وأنك فعلا دينك دين محبة، أظهر لوكا 19:27 للناس وخلي يشوفوها وخلي يقروها، وخلي المسيحيين يعرفون ويشوفون شنو هو الموجود بالإنجيل مالتهم. مو خابصين الإسلام قتل ومن الحكي هذا. وبالأخير أنتو ربكم يأمركم بالإرهاب ويقول لكم اللي ما يقبل أن أملك عليه جيبوه وذبحوه قدامي. يعني طلعت داعش، يمكن طالعة من عندكم داعش وإحنا ما ندري. شلون عرفت أني أكو هنا وحدة عراقية كانت ثابرتني تريدني أترك الإسلام وأدخل بدينها. يابا ما أدخل بدينش، لا خل أجيب لك الإنجيل. أخذتها على قد عقلها، يابا جيبي لنا الإنجيل. جابت لي الإنجيل، أول ما فتحته شي يقول لي أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. هو هذا دين، هو هذا الإنجيل. خابصينه وثابرينه. ثانيا أنت مو عيب عليك بس السب والشتم؟ تناقش نقاش علمي. السب والشتم هاي لغة المفلسين. أنت مفلس، أنت ما تقدر تقدم شيء ضد الإسلام والمسلمين.
وانطيك يعني مثال. هنا جيت الامريكا وجاني فد واحد، هو رجل هاي العراقيه، حاسب نفسه فهيم، وقال لي انتم دينكم يأمركم بقتل اليهود والنصارى. قال لي الايات عندي. قلت له هذا القران، تعال طلع لي اياها. فشل بالثلاث، راسا فشل، وجهه صار احمر، فشل، ماكو هيك شيء. ولكن انا جبت لك الدليل، لوكا 19:27. يا جماعه كل واحد يقول لك احنا ديننا دين محبه، طلع له قول له فسر لي لوكا 19:27. يقول لكم المسيح وين المحبه؟ قولوا لي شانت انت دا تسمعني، اذا انت مسيحي ورجل رد علي بفيديو، لا ترد لي علي من الاسلام، ما عليك بالاسلام، انت مو دينك دين محبه. اذا انت رجل رد على هذه لوكا 19:27. المسيح يأمرك بكل من لا يقبل ان يملك عليه ان توديه امامه الذبحه. ولهذا السبب يا شانت اني قلت لك اخاف اتناقش وياك، وقلت لي ليش تخاف وياي؟ قابل اني محمد، قابل اني مسلم. لا، انت مسيحي، انت مو مسيحي، انت مسيحي لو مو مسيحي انت من اتباع هذا الرب اللي عندكم بالانجيل، اللي انا ما اقبل ان يملك علي عيسى عليه السلام لانه بشر ونبي. فانت دينك وانجيلك يؤمرك بان تاخذني وتذبحني امامه، صح لو لا؟ لو كنت رجل، لو عندك ذره من الرجوله، لو كنت فعلا دينك دين محبه ويؤمر بالمحبه، كون شجاع واظهر هذه الايه من انجيلك، خلي الناس تشوف وتفهم وتعرف الحقيقه بأن الإسلام هو الدين الوحيد، دين السماحة. فقال الله تعالى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ما قال جيبوهم وذبحوهم قدامي. هو هذا أخذوهم بالصوت، هاي هذا احنا ديننا دين محبة وانتو قتل. طلع ربهم يقولهم جيبوه ذبحوه بالسكينة. والله يابا طلع يا شانت ربكم انتو طلع داعشي، هاي هذا طلع ربكم داعشي وانتم ما تدرون. ثانيا اسالك سؤال ثاني، انت بحساب صاير سبع على المسلمين وتحكي وتسب وتشتم. هسه انت لو تناقش نقاش موضوعي باحترام اقسم بالله ما عندي اي مشكله وياك، ولكنك قليل ادب، وربك عجز بالانجيل ماله ومن خلال كتابه ان يأدبك، ما قدر يأدبك، ولهذا السبب انت تتطاول وتسب وتلعن. اسالك سؤال، احنا المسلمين نقدس ونحترم السيدة مريم عليه السلام، تقدر تجاوبني وتقول لي منو اللي يطعن بالسيدة مريم ويعتبرها زانية؟ وانت تعرف من اللي اقصد، وتعرف كل الزين من اللي يطعن بالسيدة مريم ويعتبرها زانية، ولكنك ما تقدر تفك حلقك لان يدوسون على راسك وراس الخلفك بالقندرة. تقدر تقولهم لليهود ليش تقولون على السيدة مريم زانية؟ يطيحون حظك، العالم لازميهم ما بيديهم، يطيحون حظك. وانت لو رجل دافع عن المسيح ودافع عن السيدة مريم امام اليهود، مو جاي على المسلمين تسب نبيهم وتسب قرآنهم بالوقت اللي يؤمنون بعيسى عليه السلام. بل من يتطاول على عيسى وينكر نبوته يكفر، ومن يتطاول على السيدة مريم يكفر. هذا هو الإسلام. ولكنك لو كنت رجل توجه إلى اليهود اللي يقولوا لك السيدة مريم زانية وإن عيسى عليه السلام ابن حرام. أحسن لك هيك رسالة إذا أنت رجال وفعلا مسيحي رد على كلامي، بس بشرط من ترد علي بالفيديو تطلع لنا لوكا 19:27. يلا يا السلام عليكم.